قفل ومفتاحه. تقديم منة الله خميس. قول فور بلايند. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قفل ومفتاحه. الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة بيهم كل أم ربنا رزقها بطفل كفيف. لا، وكمان في كتير من الأحيان بيمثل مصدر تخوف لكتير من الأمهات. يا ترى طفلها الكفيف هيبدأ يتحرك إزاي؟ يحبي يمشي زيه زي الطفل المبصر، ولا هيكون خطواته الأولى عاملة إزاي؟ النهاردة هنجاوب على كل الاستفسارات والتخوفات دي مع دكتور هيثم جلال. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة يعني من الموضوعات اللي أنا حقيقة عايزة أعرف عنها أكتر. إزاي نقدر نساعد كل أم إنها تساعد طفلها الكفيف إنه ياخد أولى خطواته؟ إيه اللي المفروض تعمله مع طفلها الكفيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم بالمبادرة الجميلة دي قفل ومفتاحه، وكل القائمين عليها، وكل الشكر لكم في مجهودكم في هذا النطاق، وهو تقديم الوعي والإرشاد لأمهاتنا وأخواتنا اللي عندهم أطفال ذوي إعاقة بصرية. طبعا الموضوع بتاع النهارده موضوع في غاية الأهمية، موضوع فعلا حساس وقلما تحدث عنه المتخصصون يعني. مم. ليه؟ لأن الموضوع يعني موضوع مهمل إلى حد كبير، ما بيتطرقش ليه كتير من الناس. ولكن إحنا الحمد لله دورنا النهاردة هنوضح لأسرنا بعض الملاحظات وبعض المعلومات والتوجيهات اللي ممكن يعني يهتموا بيها، وإن شاء الله تفرق معاهم في حياتهم بإذن الله. إن شاء طبعا الله. أنا أول حاجة أحب أقولها إن الأم اللي في أسرة رزقت بطفل معاق، الأم في العموم هي أهم وأفضل أخصائي، هي أكتر حد ممكن نعتمد عليه ويعني نلقى على كاهله الدور السليم في إن هي يكبر معها ابنها بشكل صحيح، يكبر معها ابنها بشكل صحيح قدام عينيها. بمعنى مم. هي أفضل أخصائي فعلا، لازم تنتبه لبعض الأمور منذ ولادة الطفل. طب هتعمل ايه الام؟ يعني الام في بعض الاجراءات اللي ممكن تهتم بيها، وطبعا ما فيش حد يقوم بالدور ده افضل منها. زي ايه؟ زي الملاحظه والمراقبه. يعني الام اللي هي معاها طفل رضيع عينها عليه، بتركز فيه، بتتابعه، بيبص للحاجات، بيتابع بعينه كل حاجه، عينيه بتتحرك يمين وشمال، بيتتبع الاشياء، بيبص في وش والدته مم. وبيبتسم. لو هي ابتسمت بيبتسم معاها ولا لا، بيتفاعل ولا لا، بيحاول يوصل للحاجات اللي حواليه بإيده، أو بيهم كده حتى بجسمه كده ولو حركة كده إيماءة. مم. لو حركنا ضوء قدام وشه أو قدام عينه، هل بيتفاعل ويتعامل ويتتبع؟ لو حركنا مثلا كشاف موبايل مثلا قدام عينه كده يمين وشمال كده ببطء كده شوية، ونرجع تاني ونتحرك تاني، هل مصدر الضوء ده هيفرق معاه أو هيحرك عينيه معاه ولا لا؟ طبعا دي كلها طيب. مؤشرات مش هيقوم بها حد زي الأم وأفضل من الأم. هي أول حد ممكن يتابع ويركز على الجانب ده مع الطفل. وخلي بالك، خلي بال حضرتك من حاجة، إن حاسة البصر سبحان الله مختلف عن حاسة السمع. مم. حاسة البصر يكتمل نموها بعد الولادة بفترة، يعني الطفل بيتولد بيها ولم تكتمل وظيفيا، يعني عكس حاسة السمع. السمع والطفل وهو الجنين في بطن أمه بيكون حاسة السمع مكتملة تماما. فالأمر بتاع حاسة البصر يحتاج إلى الملاحظة والترقب والتتبع من قبل الأم في المقام الأول. فطبعا عشان كده أنا بدأت الجملة بتاعت إن الأم دورها كبير ابتداء من لحظة الولادة. تمام. طيب، الموضوع بتاعنا بقى احنا بنتكلم عن دور الأم في إنها توجه الطفل الكفيف إن هو إزاي يتحرك وإزاي يمشي وإزاي يستقل. التوجه والحركة أيوه. والاستقلالية موضوع في مم. غاية الأهمية. طيب عشان نبدأ الموضوع باختصار كده ممكن نحكي حكاية، وحكاية بسيطة. إن أسرة اتولد ليها فتاة طفلة كفيفة، اكتشفوا إن هي فاقدة للبصر، مم. وراحوا ودوها دار، آه، يعني دار رعاية. اتحبست إلى حد كبير، تعتبر محبوسة.
حتى الرضاعة بتاعتها كانت زجاجة اللبن اللي هي الرضاعة بتاعتها كانت بتدفع إليها دفعا يعني. مم. مفيش وعي، مفيش دراية بالتعامل. بيتعاملوا معاها على إنها كيان للغذاء فقط. مفيش تجاوب، مفيش مناغاة، مفيش محبة، مفيش كلام. هي أكل وشرب فقط. بعد كده تبتدي تتحرك، زي ما تتحرك مش هتفرق معانا. مش هتلعب. مفيش اهتمام بيها عامة أو تعامل مباشر معاها. بالظبط، ما اتعلمتش ازاي تلعب. ابتدت تكبر وخلاص بقت حياتها كده زي الآلة، ان هي تقعد شوية في مكان معين وبعد كده تدخل على السرير عشان تنام. اعتقد البعض في هذه الفتاة ان هي عندها إعاقة عقلية، واصبحت بعد ما كبرت بائسة ويائسة ومنطوية. ده نموذج مم. لبنت اتولدت في أسرة وهي كفيفة، فكانت معاملة الأسرة ليها بهذا الشكل، خوفا من التعامل معاها، او عدم وعي منهم، او عدم اعتراف منهم بوجود الاعاقه وان الطفله دي ليها حقوق عندهم. مم. في المقابل في قصه تاني بتاعت بنت برضو كفيفه في اسره، اتولدت الاسره. الاسره دي اول ما انتبهت للطفل كفيفه ابتدوا يركزوا، ابتدوا يتابعوا ويحفزوا الطفله. يحفزوها على ايه يا شباب؟ يحفزوها على اللمس والشم والتذوق واللعب وتجرب ويبقى عندها خبرات، يبقى في وصف، مم. في كلام، في حديث. حتى الطفل الصغير بيبقى فيه حديث، بيبقى فيه حديث. في دراسة أجنبية كانت قديمة شوية، كانت بتقول إن الطفل وهو في بطن أمه كانت الأم بتغني أو بتسمع الطفل وهو داخل أحشاء الأم، بتسمعه أغنية معينة. كل شوية تسمعه مم. نفس الأغنية. بعد الولادة الطفل الوليد ده دلوقتي سمعوه أكثر من أغنية، يلاقوا ان الطفل لا يستجيب الا للاغنيه اللي كان بيسمعها وهو في بطن امه. فالموضوع الطفل بيسمع، الطفل بيتجاوب. مم. فلازم الاسره تتكلم معاه. الطفل بنرجع بنتنا الثانيه اللي كانت في اسره متفاعله، اسره واعيه. ابتدوا يكلموا الطفل ويحدثوه ويشرحوا له يعني و... حضرتك قصدك ان دي اول خطوة تبدأ بيها الام عشان تساعد طفلها ان هو يبدأ ياخد خطواته في ان هو يمشي، ان هو يبدأ يكلمه ويبقى فيه تجاوب ما بين الام وما بين الطفل. لا احنا اول حاجه ممكن نقول ان هم يكون عندهم وعي واعتراف ان الطفل ده ليه حقوق زيه زي اي طفل، وهنقولها دلوقتي بالتفصيل. بالفعل زي ما تمام. حضرتك بتقول كده، ان هو طفل ما نحرموش من ان احنا نحفزه ونشجعه ونتكلم قدامه ونلعب معاه ونخليه يلعب. طبعا حسب المرحله العمريه بتاعته، واحنا دلوقتي بنبدا من الصغر خالص، اللي احنا نوفر له العاب، يعني نوفر له كور حواليه عرايس. اما يكبر شويه ياخدوا الطفل ده في كل مكان. الاسره دي اللي احنا بنتكلم عنها بتاعت البنتين الثانيه كانوا بيعملوا كده، كانوا وفروا لها مم. العاب وعرايس وكور، وكانوا بياخدوها معاهم هنا وهناك، ويروحوا معاهم الحديقه ويخلوها تمسك الشجر بايديها وتتعرف على كل حاجه بايديها وتشمها وتحس بملمسها. ما حرموهاش من الخبرات، فاصبح في مم. ثراء في الخبرات. عكس الاسره الاولى خالص اللي هي ايه، اتعاملت مع الطفله الكفيف على انها يعني حاجه كده من اساس البيت وخلاص يعني. فالاسره الثانيه كانت بتخترع العاب للطفله، وكانت بتخترع اغاني للطفله دي، وكانت ابتدت تكبر وتخليها يبقى عندها صداقات من داخل الاسره وصداقات من خارج الاسره، لغايه ما تعودوا على بعض واصبحوا اصدقاء واصبح في دمج ما بينهم. فاذا مسكنا الموضوع بقى من الاول هنشوف ايه اللي المفروض يتم، والمفروض ان الام تعرفه وهي بتتعامل مع الطفل الصغير ده وهو بيكبر قدام مم. عينيها يوم ورا يوم. طبعا لازم الام تعرف ان احتياجات الطفل الكفيف ده هي نفس احتياجات الطفل المبصر، اللي هي ايه؟ ان هو لازم يشعر بالامان، لازم يشعر بالثقه، لازم يكون في حب، يشعر بالحب. لازم تفهم ان الطفل وهو صغير عنده يعني القدره على الاستكشاف، عنده الرغبه على الاستكشاف، عايز يتحرك ويشوف ايوه ويستكشف. دكتور، احنا عايزين نعرف بقى ازاي تقدر تساعد، يعني الام عارفه ان خلاص طفلها عنده الرغبه في الاستكشاف، ازاي بقى تبدا مع طفلها الكفيف ان هو يعني هي اكيد هيبقى عندها خوف
ازاي هيتحرك، ممكن يخبط في حاجة، ممكن يقع، ممكن يمسك حاجة مثلا تسبب له مشكلة. فاحنا عايزين ازاي نخلي الأم يبقى تساعد طفلها انه يبقى عنده الثقة دي، وازاي تخليه في نفس الوقت بيستكشف الحاجة كأنه زيه زي المبصر تمام، ما فيش مشكلة، ما فيش فرق بينه وما بين الطفل المبصر. ده كلام صحيح. اولا الام بتيجي قدامنا، طبعا لازم تهتم بتنميه حواس الطفل، لان هو مش هيمشي ولا يتحرك ولا يتفاعل الا من خلال الاعتماد على باقي الحواس. مم. زي ما حضرتك ذكرت موضوع ان تخاف عليه، هو الخوف طبعا مطلوب، بس انا عشان كده اما اوفر له العاب حواليه او اوفر له اي حاجه حواليه لازم تكون امنه. طيب مم. هنبتدي بقى نمشيها واحده واحده كده، نطلع كده السلم مع بعض ونشوف الام ممكن تعمل ايه. تمام. الام مثلا اول حاجه الطفل يتعرف عليها هو نفسه، هو جسمه، هو اعضاء جسده، وايده، رجله، راسه، بطنه، وهكذا. اول مم. هو حتى الطفل وهو مش بيتكلم احنا لازم نتكلم ونعرفه احنا بنتكلم ونفهمه. ونمسك ايديه بايدينا، ايد فلان دي ايد احمد، دي رجل احمد، بطن احمد، وهكذا. يبقى احنا دلوقتي في ايه بنعرفه على ايه؟ اعضاء جسده، تمام. بنعرفه على وظيفه كل، طبعا لو كبر شويه وظيفه كل عضو ممكن يشتغل ازاي او بيعمل ايه. مم. بنقارن بين باللمس والصوت بين وشه ووش مامته. يعني ايه؟ امسك ايده كده واحط وشه، ده وش احمد، ناخد ايده نحطها على وش مامته، ده وش مامة احمد، وش فلانه. يبقى هو دلوقتي بنحاول ايه؟ نعرفه باللمس وبالصوت ان في حاجه غير حاجه، هو مش شايف، العالم بالنسبه له مظلم يعني. مم. فاحنا باللمس وبالصوت بنحاول نوظف الحاجات دي عشان يبتدي ينطلق من العالم المغلق ده الى العالم الخارجي. بنوفر له بعض الالعاب الامنه عشان حته الخوف اللي حضرتك مم. ذكرتيها دي. زي ايه؟ زي الشخشيخه مثلا دي اللي بيسموها كده، او الشخليله زي ما بيقولوا، اللي هي ايه؟ اه. بتجذب انتباه الطفل. هي بتجذب انتباه اي حد، الطفل المبصر والكفيف، بس هي في الاول وفي الاخر لعبه ملفته للانتباه، ومهم اللي احنا نوفرها للطفل. تمام. كمان الالعاب اللي بعد كده ما يكبر هنعرفه عليها زي الحيوانات، ونخليه نروح بيه مكان، وليكن مثلا زي جنينه الحيوانات، او الحيوانات او الطيور اللي ممكن احنا نخليه يمسكها بايده اذا كان متاح لينا، مم. ونتعرف عليها وعلى ملمسها وعلى اصواتها وهكذا. طيب احنا هنرجع دلوقتي ونبدا برضو من تحت شويه، ونشوف الام المفروض تعمل ايه وتجذب انتباهه ازاي. طبعا الام لازم تكون فاهمه ان قد يكون ان نمو ابنها الكفيف، نمو الجسدي هو زيه زي نمو الابن المبصر بالظبط. تمام. النمو الجسدي في اعضائه، في طوله ووزنه، هو نفس النمو، هو مشكلته في البصر فقط يعني، انما النمو اه. الجسدي والبدني هو. ولكن النمو الحركي غير الجسدي. النمو الحركي هو اللي ممكن يكون بطيء شويه. طب ليه بطيء؟ هنعرف ليه. لان هو الطفل طبيعته مش شايف نمط، يعني انا كطفل مبصر شايف اللي قدامي ماشي ازاي. طب مم. الكفيف مش شايف اللي ماشي قدامه ازاي. فبيتعلم بالتقليد او يعني احسنت. تمام. بيشوف ويقلد ويكرر ويلتزم بالنموذج اللي هو شايفه ماشي ازاي، رافع صدره لفوق، رافع راسه لفوق، وهكذا. انما هو مش شايف، فممكن نشوف منه بعد كده بعض السلوكيات اللي هنتكلم عنها في حلقة لاحقة ان شاء الله، اللي هي بعض ان شاء السلوكيات الله. اللي بتصدر عن الطفل وهو لا يشعر بيها. طيب احنا مطلوب مننا ايه كأمهات؟ مطلوب مننا ان احنا ما نخافش، ما نستعجلش. يعني حاجه زي المشي ده والبطء في الحركه ما نستعجلش. كل طفل بياخد يعني مرحله. لو الطفل كفيف اكتشفت ان طفلها اتأخر في ان هو يمشي، فده ما يسببش اي مشكلة وعادي تتعامل معاه. والدليل على كده ان كل طفل سواء مبصر او غير مبصر، كل طفل عنده جدول لنموه. يعني هو سبحان الله ما يتقارنش طفل بطفل، يعني في فروق فرديه حتى في المشي، في فروق فرديه في مم. الكلام. فانا ما اقارنش، الام ما تخافش يعني، وما تستعجلش، ولكن هي تبقى مترقبه زي ما احنا قلنا في البدايه، وايه، ومتابعه. هي ست شاطره، تمام. بتتابع وبتركز. طب بتركز في ايه؟ في مرحله الحب. نبدا بقى السلم زي ما احنا قلنا بقى من شويه من البدايه، ان هي بتتابع الحب والزحف. وده مرحله من مراحل النمو الحركي الطبيعيه لاي انسان. مم. بتشوفها. طيب بتشوف دلوقتي الحب والزحف ده، هو الطفل بيتبعه بيحبو بيزحف ولا لا؟ طيب وهو بيزحف قدامه لعبه بيتحرك ناحيتها ولا لا؟ طب ما لو احنا خلاص فهمنا ان في مشكله بصريه،
طب يبقى نحط حوالين منه بعض الالعاب الامنه ان هو يكتشفها ويستكشفها ويتحرك امم ناحيتها. وممكن تكون الحركه، ممكن تكون الالعاب دي العاب صوتيه، يعني ممكن يكون لها صوت، ممكن يكون لها صوت، فبالتالي الالعاب دي يتجه ناحيه الصوت الطفل ويتحرك يحبو او يزحف ناحيتها عشان يقتني اللعبه دي او يمسكها او يلعب بيها. ممكن امم كمان نستخدم جسد الطفل في اللعبه نفسها، اللي احنا بنمرجحه زي ما بيقولوا، الاهتزازات والمرجحه دي بتخليه برضو يستشعر جسده ويستشعر الحركه بتاعته. الام لازم تخليه يحس بالجزء ده، ان هي تحرك يعني ايده. يعني اتفضل. احنا ممكن مثلا نقول ان اول حاجة المفروض الام تعملها مثلا تقعد الطفل على الارض وحواليه العاب، وبعد كده تلاحظ فكرة سواء هو هيبدأ حب ولا لا، وبعد ده كده تساعده بمثلا العاب ليها صوت ان هو عايز يروح لها، فيبدأ ياخد اول خطوة ان هو يتحرك، وفي ده نفس كلام الوقت صحيح. تبقى مخلية الاماكن اللي حواليه مكان آمن، بحيث ان هي ما تقلقش عليه، وهو في نفس الوقت يبقى عنده ثقة بنفسه. ده كلام محترم 100%، ولكن هو الحب والزحف يسبق الجلوس. يعني هو الطفل مش اول ما يتولد هيقعد، لا، هو الحب دي مراحل النمو الاولى او امم الاوليه، والزحف وبعد كده بقى يبتدي يقعد ويتزن وجسده بقى يستقيم وهكذا. طب فاحنا هو الام ازاي تخليه يبدأ فكرة ان هو يعني يحبو؟ انا عايزة اعرف من حضرتك، أنا مستمتعة طب جدا احنا بالحوار. هنمشيها واحده واحده. احنا دلوقتي في امم مرحله الحب والزحف، مرحله اللي احنا بنحسسه بجسده وبجسمه، باجزاء جسمه، بنرجحه اهتزازات. بنخليه في مكان زي ما حضرتك ذكرتي، مكان امن. نخليه في مكان ما بنغيرش اساسه، مش كل شويه اغير له حاجه اروح حاطط له في السكه وهو مثلا بيحبو ويروح خابط فيها. ما احنا خلاص عرفنا ان هو مثلا ايه، طفل عنده مشكله بصريه. ما احطلوش حاجه امم في العوائق في السكه واخليه يصطدم بيها. خلي بالكم الحاجات دي برضه هتخليه يخاف، هو كطفل اكيد هيخاف، طبعا. وهتخليه تقل الثقه في ان هو يتحرك باستقلاليه. فلازم الام امم تكون محافظه على الجزء ده، ان المكان يكون امن والمكان ما يتغيرش فيه الاساس. بالاضافه الى ان يتوفر فيه بعض الالعاب، نحاول نثبت اماكنها قدر الامكان، والالعاب تكون مثيره للاهتمام وانتباهه. تمام. طب امم كبر شويه، الام طبعا خلاص، هي مراحل النمو الطبيعيه ان هو بعد ما بيزحف وبيحبو وكده يبتدي بقى ايه، يزحف شويه وبعد كده يقعد ويستند، وهي تعديله. ممكن بتعديله ازاي؟ زي الطفل العادي. ممكن تحط امم وراه مخده من على اليمين وعلى الشمال، بحيث ان هي تحافظ على اتزان جسمه وهو قاعد. الطفل كده بيتحوط كده بمخده على اليمين وعلى الشمال ومن الخلف، اه بحيث ان هو يستند كده ليهم، ما يقعش او يصطدم او يخاف يعني. فواحده واحده لغايه ما يقعد لوحده من غير المخدات دي. بعد كده ممكن بقى يبتدي ملامح المشي هتبتدي تظهر. ممكن نستخدم مشايه زي الطفل المبصر بالظبط. المشايه كده بتساعده على الحركه، تكون مشايه امنه، ممكن يكون فيها بعض الالعاب الصوتيه، اللي برضو بعض الاجراس اللي ممكن تلفت نظره وانتباهه وتخليه يحب المشايه وتساعده امم على المشي. بعد كده خلاص بقى ابتدى يمشي مشي يوم ورا يوم ورا يوم، ابتدى يمشي بشكل مستقل. نبتدي بقى نخليه يمشي داخل البيت ويحفظ طريقه ويتتبع الطريق طب بتاعه بالحيطة. دكتور، عندي سؤال. هل مثلا في مرحلة ان هو بدأ يسند على حاجة او كده، الأم هنا ممكن تمسك ايديه او تساعده ان هي تعرفه الطريق، ان هنا مثلا في ترابيزة في هنا، ولا لازم تسيبه يكون عنده استقلالية لوحده ويجرب لوحده؟ لا تساعده، ايه المانع انها تساعده؟ احنا لسه هنقول اهو. لان هو تمام. دلوقتي هو مش شايف، ده هو اه دلوقتي عايز دليل ليه. فكون ان هو عايز دليل ليه، فانا امسكه من ايده واخليه يتتبع او يتابع طريقه عن طريق مثلا الحيطه بتاعت الاوضه بتاعته، وهو يمشي من الاوضه او داخل الاوضه بتاعته. بيمشي طبعا يعني ببطء شويه، بحرص شويه، بحيطه شويه، لانه خايف يصطدم بتاع. طبعا لازم احنا قلنا نامن له كل حاجه، وابتدي مم. بقى نتكلم معاه ونقول له انت هنا فاضي، امشي تعالى، ونمسك ايديه ونحطها على الحيطه لغايه ما يبتدي يعرف يمشي مستفيد او متابع للحيطه اللي هو بتاعت الاتجاه اللي هو هيمشي فيه. تمام. بنوصف الوصف. يعني انا بمسكه من ايده وبعد كده اسيبه وحده. يعني في بص حضرتك، في حاجه اسمها المساعده الكليه، وبعد كده مساعده جزئيه، وبعد كده احوش ايدي خالص واخليه يعتمد على نفسه. التدرج في تمام. المساعده، يعني كويس سؤالك جدا. حلو جدا. التدرج في المساعده بشكل كلي
بعد كده بشكل جزئي ابتدي اسحب نفسي لغايه ما يبقى وحده. دي لغاية ما اسمها يكون عنده الثقة بالنفس إن هو يبدأ يتحرك لوحده. انما انا لو سبته بالكليه ممكن يخاف ان هو يتعامل بهذا الشكل. تمام. فبناء عليه لازم يكون برضو في درجه من المتابعه، وفي الوصف الدقيق للطريق. اللي هو ايه يا شباب؟ بوصف له كل حاجه، هنمشي كده هنمشي كده هنمشي كده، قدامك كذا، في كذا، الحته دي فيها كذا، خلي بالك كذا. وانا بتكلم برسم له خريطه وبوصف له كل حاجه. وما تمام. انساش تشجيع، ما انساش التشجيع. زي ما انا حشت المساعده بتاعتي بشكل تدريجي، لازم يكون في تشجيع مني ان هو يكمل وحده. عشان كده تمام. سؤال حضرتك عجبني جدا، ان هو لازم التشجيع. بعد كده بيبتدي يمشي من الأوضة بتاعته، وبعد كده يبتدي يتحرك على الغرف الأخرى في المنزل. بعد كده بيمشي لوحده من غير المشاية. بعد كده ممكن نعمل إيه؟ م. بعد كده ممكن نعمل إيه بقى؟ دي الحاجة المهمة، إن إحنا دلوقتي وهو بيمشي وحده بنحاول نبقى قدامه عشان ما يخافش. يعني بيني وبينه مثلا إيه خطوتين، أقول له تعالى مثلا يا أحمد، امشي عليا يا أحمد، تعالى زي ما أنت كده في نفس اتجاهك، تعالى ناحيتي تعالى. وهو يعني طبعا نطمنه بالصوت، الصوت، نعتمد على حاسة السمع ونطمنه بالصوت عشان يقدر يتحرك. تمام. وربنا قريب منه، وربنا م. قريب منه عشان يحس بالامان. بعد شويه كده ابتدي ابعد شويه، الخطوتين دول اخليهم متر، المتر ونص، مترين، ابتدي ابعد. كل ما ابعد عشان اديله ايه بقى؟ ثقه في نفسه. في نفس اللحظه ما سلبتش منه شعوره بالامان والثقه يعني. فطبعا تمام. برضو بعد كده ابتدى يمشي، وابتدى يبعد المسافات اللي بيمشيها لوحده. ما انساش برضو ان انا لازم ادربه ان هو يبقى في عوائق، لان الدنيا مش كلها ورديه، مش كل الدنيا الاوضه اللي بيمشي فيها او بيته. لا، ابتدي احط له حاجات قدامه واخليه يمشي يتحسسها، وان هو ازاي يتجنب تلك العوائق. عشان كده يبقى حركته فيها شيء من الايه، من الحس العالي. اول ما طيب يحس حاجه كده دكتور، هو مش حاجة زي كده ممكن تسبب للطفل إن هو يقلق لو مثلا اتخبط أو اتكعبل فيها، ما ده يقلل من ثقته بنفسه؟ ولا ممكن الأم تساعد إزاي بحيث إن هو ده ما يأثرش على ثقته بنفسه في المشي؟ بص حضرتك، انا دلوقتي ما ببداش بالعوائق، ما ببداش بالحاجات اللي انا بدربه عليها. انا مم. الاول اتعلمنا نمشي، وتعلمنا نمشي تمام. بثقه، تعلمنا نمشي وانا معاه، وتعلمنا نمشي بالمشايه، وتعلمنا نمشي وانا قدامه بخطوه، وتعلمنا نمشي وممكن اساعده واحط ايده على الحيطه، وتعلمنا. انا ما ببداش بالصعب، يعني الصعب ده أكيد. الاستثناء. انا ببدا بالتدريب الطبيعي، ان هو يمشي، وابتدى يمشي باستقلاليه، ويمشي بحريه، وبيمشي بامان. بعد كده بقى ابتدي برضه اعمل له تهيئه. خلي بالك حضراتكم من حاجه، الام تنتبه ان الطفل الكفيف لازم يكون عنده تهيئه لكل شيء. يهيئ يعني ايه؟ يهيئ يعني انا دلوقتي ما ينفعش مثلا ساعه ما احنا قلنا اللي انا باجي اعاقب طفل كفيف، لازم اهيئه للعقاب، ولازم العقاب ده يكون ليه مواصفات خاصه. ما ينفعش كده مم. اجي اروح اخده او اضربه او الكلام اللي المفروض تربويا ده اطلاقا يعني. لازم يهيئ. كذلك احنا بنتكلم دلوقتي في مجال المشي والحركه، لازم يهيئ ان هو دلوقتي مشي ومشي بامان. دلوقتي طب لو نتكلم معاه، خلي بالك هيبقى في حاجه قدامك ينفع تاخد بالك منها ولا تشنكل، ونبتدي ندربه على ان اه، يعني احنا الأم هتديله تنبيه. يعني أنا افتكرت بالظبط. إن حضرتك قصدك إن نحط عائق من غير ما يكون في تنبيه لا مباشر ليه. لا، في تنبيه في الاول، واقول له بعد كده التنبيه. طب ما خلي بال حضرتك، ما برضه وارد ان هو يقع. طب ما الطفل الطبيعي بيقع، الطفل المبصر بيقع. بالظبط. مم. ايه المشكله ان الطفل كيف يقع؟ انا ما عنديش مشكله، بس الموضوع التدريجي زي ما قلنا. المساعده بتكون كليه ثم جزئيه ثم بسحبها خالص. كل الامور دي بتبقى تدريجيه. كذلك برضو العوائق اللي بحطها له في طريقه. انا العوائق دي عشان تكون نموذج صغير للي هيحصل في الشارع، وده أكيد. اه. برضو لازم يكون بشكل تدريجي، وبرضو بيكون بشكل امن. يعني انا مثلا مش هحط له مثلا عائق يأذيه. لا، انا مثلا احط له مثلا قدامه مثلا مخده، قدامه حاجه كده بسيطه، ممكن مش هتتسبب في الاذى يعني. وبعد كده تمام. بقى يبتدي ايه ادرج في الايه في مستويات العوائق دي، اللي هي من خلالها يبتدي يتعامل بحرص في المشي. يبتدي يعرف ان معرض ان يكون في مشكله في طريق. ممكن حد يغير اساس حاجه في البيت، ممكن حد يغير اساس حاجه في الفصل، ممكن يمشي في الشارع يواجه صعوبات. لازم يكون متدرب ان هو ما يتخضش، ان هو ما يخافش، ان هو يتعامل. وده اللي احنا عايزينه
في كلمة الاستقلالية. بعد تمام. كده برضه ما ننساش في كل حاجة بنعملها مع الطفل ده لغاية ما نوصل بيه لبر الأمان، لازم نتكلم معاه، نوصف له وصف دقيق، نرغي باللفظ بتاعنا احنا كده. كلمة نرغي، نرغي. يعني ايه نرغي؟ يعني نصف وصف كامل. احنا فين؟ احنا في الحتة الفلانية، المكان ده شكله كذا، المكان ده هنا في كذا، وخلي بالك هنا في كذا. لازم اوصف كل حاجة، ما بخلش على الطفل بالمعلومة، لان انا عينيه وانا مرايته وانا الخريطة بتاعته. ما انساش مم. التشجيع برضه في كل خطوة، في كل محطة. ب... ابني بيكبر معايا وهو عنده إعاقة بصرية، ما انساش ان التشجيع بيفرق معايا زي اي طفل. اللي انا ابث فيه روح الامان والامن، مم. وفي نفس اللحظه اشجعه انه ما يخافش وانه لازم ياخد الخطوه الجايه. طبعا تمام. الصوت خلي بال حضرتك من حاجه في غايه الاهميه، في ان احنا نعلمه المشي ونعلمه يتحرك ازاي. توظيف الصوت من قريب ومن بعيد، ابقى قريب منه واقول له تعالى، بعد كده ابعد ابعد ابعد، بعد كده الصوت يبقى من ناحيه اليمين، الصوت اجي له من ناحيه الشمال، تعالى ناحيتي من هنا، تعالى ناحيتي من هنا، وهكذا. كده احنا يعتبر ابتدى يتحرك معانا، وابتدى يمشي، وابتدى يعرف يعني ايه يمشي بشكل مستقل. الخطوه اللي تمام. بعد كده بقى، اذا حبينا وده المطلوب، ان احنا ندربه على استخدام العصايه البيضاء، لان هي دي جزء من المهارات التوجه والحركه، وجزء من الاستقلاليه اللي بتفرق مع الطفل في حياته منذ الصغر. بس ولو حبها. هل ندرب الطفل في مرحلة متقدمة كده على استخدام العصاية؟ يعني حاجة كده أقل من 5 سنين تقريبا، سؤال حلو. فهل سؤال حلو. هنبدأ من هنا؟ بص حضرتك، دلوقتي قبل ما ابدا اصلا لازم اركز على عنصر التهيئه. اعرفه يعني مم. ايه عصايه، هتنفعني في ايه، بستخدمها ليه. على الاقل لو فهمت ان هي تامن لي خطوه قدامي، بدل ما الخطوه دي تكون فيها حفره وانزل فيها اتعور، واقع على وشي واتعور، وتبقى حاجه مم. تضايقني والناس تضحك عليا، وفي ناس كويسه وفي ناس مش كويسه. فانا انقى بنفسي من ذلك، اللي انا ايه، العصايه دي لو استخدمتها تحميني خطوه على الاقل. فالخطوه دي يبقى العصايه دي صديقي ورفيقي في السكه في الطريق بتاعي. طب هشتغل بيها من امتى؟ اشتغل بيها من سن من يعني ممكن ابتدي اهيئه من 5 سنوات، وابتدي ادربه عليها من 6 او 7 سنوات. طب وانا بدربه عليها في مم. مواصفات معينه انتبه ليها؟ طبعا. طب زي ايه؟ لازم العصايه تكون مناسبه لطوله. يعني اشوف طول الطفل اه. كام، تكون العصايه مناسبه لطوله. العصايه تكون عند مثلا منتصف الصدر بتاعه، او كده ايه، عند منتصف الصدر تقريبا. لازم التدريب يكون بعد التهيئه، واللي انا اعرفه اهميه العصايه. ما نستعجلش برضه، ما اقولش ده ما بيتعلم ببطء، لا ما فيش كده. اخليه مم. براحته على مهله، واشجعه. برضه عنصر التشجيع زي ما استخدمناه في التوجه والحركه او في المشي، في استخدام العصايه لازم اشجعه. وانا بعلمه لازم اشجعه. اخليه يمسك العصايه المسكه الصحيحه، اللي هي كاني بسلم على واحد كده، اللي هي وضعيه المصافحه. يعني انا كاني بسلم على واحد كده ايد في ايد، هو يمسك العصايه بنفس الشكل، ما يحطهاش عند صدره كده ويلزقها كده عند بطنه او عند صدره، عشان ايه؟ لو لا قدر الله اصطدمت في حاجه ما ترجعش عليه في جسمه. يبقى تمام. لازم يكون في مسافه بين العصايه اللي ماسكها بايده وضع المصافحه وبين جسده نفسه. تمام. العصايه مش كل حاجه يا شباب. العصايه دي بتأمن له خطوة خطوتين. العصاية مش كل حاجة. يعني ايه يا دكتور؟ أكيد. يعني ذهن الكفيف لازم يكون شغال، ما يفصلش، يكون عنده الانتباه والتركيز العالي، لأن يكون العصاية شغال بكل حواسه، يعتبر سمع شم لازم. كل حاجة عشان يقدر يميز مثلا لو في حاجة يعني أنا عربية، بالظبط حاجة كده، ده كده. اللي أنا عايز أقوله. عربية، أنا سامع صوت عربية جاية من بعيد من أول الشارع وجاية سريعة جدا. ما هي العصايه دلوقتي اي نعم بتأمن لي خطوه، بس ممكن القائد السياره ده او السواق العربيه ده اللي جاي سريع وهو متهور في السواقه، العصايه مش هتحميني في اللحظه دي. فانا لازم ما دام سمعت ان في عربيه سريعه، لا يبقى انا التزم المكان اللي انا واقف فيه لغايه ما العربيه تمر بسلام، وبعد كده ابتدي اكمل طريقي. يبقى اذا انا الصوت عمل لي انذار، لا ده مم. في حاجه سريعه، او في حاجه خطر، او في صوت حيوانات. خلي بالكم من دي كمان، في بعض الاطفال المكفوفين اللي بينشأوا في قرى، في صوت حيوان مثلا كده ممكن يخبطه او يأذيه او. يبقى لازم انا تمام. بعتمد على ذهني قبل ما اعتمد على العصايه.
اللي بستخدمها في الحركة بتاعتي أو في المشي بتاعي. تمام؟ تمام. أعتقد كده إحنا وصلنا إلى النقطة الاستقلالية في حياة الطفل مع والدته ومع مامته، إن هي تكون متابعاه خطوة بخطوة، وبيكبر قدامها يوم بعد يوم بشكل آمن. ما تنساش إن هو طفل، ما تنساش إن هو بيحب اللعب، ما تنساش إن هو زيه زي غيره محتاج الأمان، ما تنساش إن هو زيه زي المبصر محتاج التشجيع. أكيد طبعا. شكرا لوجود حضرتك معانا النهارده يا دكتور، حقيقي استفدنا بمعلومات كتير، ونتمنى ان تكون كل سمعتنا النهارده استفادت بمعلومات تفيدها في التعامل مع طفلها الكفيف. وهنستنى كل استفساراتكم واسئلتكم في الكومنتس. استنونا وحلقة جديدة من قفل ومفتاح. قول for blind. نتعلم